عملتي ترمس العيد وتسالي العيد ولا لسه؟ يلا تشجعي بقى وهاتي احلى كيلو ترمس ولا نص كيلو من الترمس واعملي احلى تسالي العيد. انا جايبه كيلو من الترمس الحلو، ما تجيبيش الترمس المر لانه بياخد عمايل وقت اطول. هنبدا على طول نحطه في اي بوله كده اهو بالشكل ده، وتقلبيه بايديكي الحلوه كده تقلبتين، اي واحده مش تمام فيها تبداي تتخلصي منها. اغمريه بميه عاديه جدا من الحنفيه من 6 ساعات لحد 12 ساعه او 24 ساعه بالكتير قوي. طبعا خلال فتره النقع بتغيري عليه الميه كذا مره. بعد كده تشطفيه بقى شطفتين 3 4 5 في اي مصفى كده وتنزلي ميه كتير عليه علشان نتخلص من اي ريحه غير تمام. وانزلي فيه في حله عندك فاضيه. وهنبدا بقى نجيب ميه كتيره كده وفي حله تانية، ونبدا على طول نحط عليها معلقه كبيره من الملح. انا بحب اسلقه بميه كده فيها سنه ملح خفيفه، وقلبيها كويس وحطيه بقى الترمس الحلو ده على النار. اول ما يبدا يطلع ريم كده، ها طبعا النار بتبقى عاليه في الاول، تخلصي من كل الريم اللي بيطلعه كده اهو. وبعد كده اهو وطي خفضي النار، بيقعد من نص ساعه لساعه الا ربع على حسب الترمسيه انتي نقعاها وقت قد ايه. هاتي بوله تانية وانزلي فيها بثلاث معالق كبار هرميين من الملح، نص معلقه من الشطه. الشطه دي مش بتخليه مشطشط ولا حاجه، بس بتديله كده اهو سنه حاجه طعمها جميل جدا. وحطيت معلقه كبيره من البابريكا، ورقتين من اللورا، وحوالي 3 4 شرايح من الليمون بالشكل ده، يعني حوالي 3 4 ليمونات، اتنين معصورين واتنين شرايح بالشكل ده. وهنبدأ بقى نطلعه كده اهو، وبعد كده اهو تغطيه وتحطيه في التلاجة. ذكر النهاردة سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. تنسيش الذكر بعد الفيديو.